أهلا بكم من جديد. النهاردة عنوان الفيديو بتاعنا: شخص زنى بزوجة أبيه، فما حد الزنا هنا؟ هناك سائل سأل بيقول: توفيت والدتي ووالدي طلب أن يتزوج، فتزوج من بنت صغيرة في السن إلى أن وقعت معها في الحرام. فعايز يعرف رأي الشيخ الأزهري هو السيد سعيد الشرقاوي. الشيخ بدأ إجابته بقول الله تعالى في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلمن فعل هذا بأنه ارتكب فاحشة وهو يستجلب المقت والغضب من الله، وهذا يكون أسوأ طريق اتخذه هذا الشخص لكي يصل به إلى النار. وأوضح الأستاذ بالأزهر: هذا يكون قاطع رحم، ومستشهدا في ذلك بحديث قال الله تبارك وتعالى: إن الله أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصله وصلته ومن قطعها بتته. أما عن العقوبة يقام عليهم حد الزنا، فلو كان متزوج فيكون الحد هو الرجم حتى الموت، ولو غير متزوج فهو الجلد 100 جلدة ويغرب. لذلك قال العلماء: الزنا محرم كله، وأعظم الزنا زنا المحارم. وتحياتي ليكم.